الظهر. طيب كابتن محمد، يعني ان شاء الله انت يعني هل لك يعني دور مع الاتحاد الصومالي لكرة القدم، يعني اختيار التشكيلة، اختيار لاعبين؟ والله طبعا واحد من المسؤولين، طبعا ما واحد من اللعيبه الرياضيين، بس يستشيروك يعني في استشارات منهم يعني؟ نعم يعني نختار لهم اللعيبه المقتربين ونحاول نجهز لهم فريق ان شاء الله. يعني المستقبل. الحين كمان في مباراة مهمة، يعني تصفية كأس العالم، في أديس أبابا في 11 ضد إثيوبيا. المباراة الأولى في جيبوتي، والمباراة الثانية طبعا عندهم في أديس أبابا. طبعا تعرف يعني الحساسية ما بين الإثيوبيين والصوماليين، يعني مباراة يعني راح تكون مباراة فعلا حساسة، يعني مباراة يعني ما حتى يعني ما في يعني مستوى يعني حتى ممكن الطرف الأضعف يفوز عشان يلعب بحماس يعني. نعم، لأن تعرف الصراعات القديمة يعني ما بين تلعب دور يعني. يعني سياسيا يعني ما بين الصومال واثيوبيا كلنا عارفين انه في مشاكل سياسية، فنحاول نحن بدل ما في بلدنا فيها ظروف أهلية نستفيد من اللعيبة الصغار المغتربين عشان على الأقل نحصل فريق للمستقبل يعني يلعب باسم الصومال يعني ان شاء الله. يعني لو المباراه الجايه يعني يوم السبت ان شاء الله، هل في عناصر راح تضمونها للمنتخب اللي رايح قطر يعني؟ طبعا لو ممكن نحصل لعيبه على مستوى معنا، مثلا مستوى دولي يعني، مستوى دولي او مواهب اولاد صغار، حتى لو ما سمحتهم الظروف يشتركوا السنه هذه، السنوات الجايه لو عندهم اولاد صغار يعني لهم مستقبل مواهب ان شاء الله طبعا يستفيد منهم. انا في السنه هذه او السنوات الجايه ان شاء الله. لان في عندنا الحين في لاعب كمان يلعب بالدوري الكويتي اسمه محمد علي عثمان، يعني هم بعد لاعب كبير يعني، يعتبر لاعب محترف يعني، فاتمنى يعني يستفيدوا منه هاللاعب يعني. يمكن انا كتبت عنه او حطيته بوقت كثير يعني. نحن كاتحاد الصومالي سمعتوا عن اللاعب؟ مش مستعدين نضم اي واحد لاعب موهبه انه يشترك في يعني المجال مفتوح لكل الناس. المجال مفتوح لاي كل صومالي، اي واحد صومالي، سواء كان مغترب او كان في الصومال، اي واحد سواء في الدول الخليج او في الدول الاوروبيه او في الدول الاسيويه، يعني المجال مفتوح لاي واحد، كل واحد يدل عليه، ونحن كل واحد يثبت وجوده، اي واحد يثبت وجوده معناته ممكن يشترك. طب كابتن محمد، ما خاطبتوا اللاعبين المحترفين في اوروبا الصوماليين؟ في لاعبين كثير محترفين. طبعا في اجراء في الدوري، في اجراءات في الجنسيه. اغلب اللعيبه اعتذروا، اغلب اللعيبه المحترفين اعتذروا، يحملون جنسيات اوروبيه، وبعضهم كانوا يكونوا مزدوجين يعني، وبعضهم اشتركوا مع المنتخب الدوله المضيفه. ففي بعضهم القانون لا يسمح لهم انهم يلعبوا باسم الصومال. برضه في لعيبه صغار ممكن نستفيد منهم في السنوات الجايه، يلعبوا باسم الصومال سواء في الدول، في البطولات العربيه وفي البطولات الافريقيه باذن الله ان شاء الله. باذن الله كريم. ما نبي نطول عليك استاذ محمد. شكرا، بارك الله فيكم. محمد اسماعيل علي، احد اللاعبين الصوماليين من ايام الجيل الذهبي في السبعينات، مع الكابتن محمد سعيد دعالة وعيرو، لاعبين يعني عظام يعني. بارك الله فيكم. يعني هذه فرصه سعيده ان احنا نلتقي فيك كابتن محمد. وانا كمان فرصه سعيده التقي فيكم وارحب بكم. شكرا على الاستقبال وحسن الضيافه. والكويت يعني معروفه باهلها وشعبها الطيب الكريم ان شاء الله، فشكرا لكم ان شاء الله. حياك الله، بارك الله فيكم، وان شاء الله الى اللقاء باذن الله. باذن الله. مشكور استاذ محمد.